ايه هي نظريه التمتين؟ مهم قوي ان احنا نعرف دي نظريه من خلال الدراسات في حاجات كتير ترتبت عليها. نظريه التمتين هي تقويه نقاط القوه. النظريه دي في علوم الاداره بتقول ان الولد او البنت، الشاب او الشابه، لو اشتغل على نقاط ضعفه يظل في وقت كبير جدا جدا قاعد بيعافر معافره كتيره في انه يظبط نقاط ضعفه وما بوصلش في الاخر لحاجه، ممكن يعدل جزء منها. لكن الافضل وفق النظريه دي، نظريه التمتين، انه يشتغل على نقاط قوته. تفرق معاه كتير جدا. والنظريه لها يعني في القران، في سوره الذاريات، معنى جميل قوي: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ايه المعنى؟ المعنى التمتين معناه ان هو تقويه نقاط القوه. لذلك كل واحد من الصحابه وفق نظريه التمتين يا شباب كان له نقطه قوه هو معروف بيها. نقطة قوته اللي معروف بيها دي، طب هل هو مالوش نقاط ضعف؟ لا، له نقاط ضعف. نقاط الضعف اللي عنده دي هل كان بيشتغل عليها عشان يخبيها؟ ابدا، لان انا انسان، انا مش مطلوب مني انا اقعد اخبي نقاط ضعفي. لكن لما بمتن نقاط قوتي اصلا نقاط ضعفي ما بتظهرش.